السلام عليكم، اهلا بيكم في قناتي. ان شاء الله النهارده هعمل معاكم بقى الفطير المشلتت بكل سهوله. لو انت لسه ما بتعرفيش تعملي الفطير ولسه حيرانه بقى ومستصعبه الدنيا، لا يبقى انت كده جيتي في الفيديو الصح، وان شاء الله هتعملي الفطير بكل سهوله وكمان من غير خسائر. يعني بنص كيلو دقيق بس هتقدري ان انت تجربي الفطير. مش عشان تجربي هنستخدم حاجات كتيره، لا، نص كيلو دقيق وحته زبده كده ولا سمنه هتعملي احلى فطير. اهم حاجه بس ما تنسوش تصلوا على رسول الله وتسموا بالله، ونبدا يلا الفيديو بتاعنا. وما تنسينيش في الاشتراك واللايك. اول حاجه معايا نص كيلو دقيق زي ما قلت، ومعايا 3 معالق صغيرين مش كبار، 3 معالق صغيرين من السكر، مع نص معلقه صغيره برضو من الملح. بس كده، مفهومش اي حاجه، سهلين اهو. هنقلب بقى كل المكونات الجافه دي مع بعض ونكون محضرين الميه بتاعتنا. نص كيلو دقيق بياخد من كوبايه وربع لكوبايه ونص. انت لسه لو اول مره تعمليه، الافضل ان انت تستخدمي كوبايه وربع، عشان احنا الجو برد شويه، فيا ريت تدفي الميه. لما تدفي الميه هتلاقي العجن معاكي سهل كده وبسيط. طبعا احنا نعجن بقى بايدينا كده كويس جدا. اهم حاجه بقى ان انت تقعدي تعجني فيه كده لحد ما تحسي ان العجينه بقت ناعمه كده وحلوه. هنا انا بوريها لكم، حسيت ان هي لا لسه عايزه تتعجن تاني. نقعد بقى نعجن كده. عندك عجان الحمد لله، تروح حاطه بقى ايه المكونات ديك في قلب العجان وتشغليه كده حوالي 10 دقايق ربع ساعه، تطلع معاكي زي الفل. ما عندكيش خلاص بقى نتصرف ايه، اديها كده بايديكي. شايفين ما شاء الله عجينه الفطير بتبقى يابسه شويه. خلاص بقى نسيبها كده ترتاح من غير لا زبده ولا زيت ولا اي حاجه. حط بس عليها كيس كده عشان ايه، وشها ما ينشفش. تنسينيش بقى في اللايك، لو لسه ما عملتيش لايك انزلي دلوقتي حالا واعملي لي لايك. بعد بقى ما استنينا كده حوالي ربع ساعه نص ساعه، يعني لفي لفه كده في المطبخ وايه وارجعي لها تاني. هنروح بقى رشين رشه دقيق كده على الرخامه، ونروح واخدين الفطيره بتاعتنا. بصوا ما شاء الله، هي النص كيلو هيجي معاكي فطيره كبيره وحلوه. هتلاقيها كده لما تسيبيها، كل ما تسيبيها ترتاح كل ما تحسي ان هي بتتفرد بكل سهوله. هتفرديها بقى بالنشابه كده. بص حسيت ان هي ملزقه شويه ولا يهمك، حبه دقيق كده من فوق الوش هتبقى زي الفل. بصي اعملي كل حاجه انا بعملها في الفيديو، هتلاقي الفطيره معاكي بقت ما فيهاش اي مشكله. حصل اي حاجه برضو ليه حل. اهم حاجه ان انت ايه تتابعي كده وما ما تزهقيش. هتفرديها اهو كله زي ما قلت لك بالدقيق، لسه ما استخدمتش اي سمنه ولا اي حاجه. بعد ما فردتها كده هجيب بقى معايا الزبده، اي نوع زبده يعني. انت عندك طبعا كل ما كان نوع الزبده كويس كل ما الفطيره بقى طعمها حلو. انا عندي هنا استخدمت 150 جرام من الزبده. يعني الفطيره عشان تبقى حلوه 150 جرام ممتازه، اللي هي مش تقيله وفي نفس الوقت برضو مش قليله. عشان لما بنقلل الزبده قوي، لا كده بقى هتلاقيه ناشف معاكي وحالته حاله يعني. بصوا إيه كمان الزبده بتكون مخرجاها بره التلاجة عشان تتفرد معاكي. علشان لو كانت الزبده يعني ناشفه، هتلاقي بقى تيجي تفرديها تلاقي العجينه اتخرمت معاكي او اتقطعت يعني. بعد ما فردناها كده نروح بقى فردلها. ادي بقى عجله كده رول، وتروحي قافلاها كويس. بس كده خلاص خلصت الفطيره بتاعتنا. يعني ناقص تركايه واحده وهتبقى خلصنا الفطيره بتاعتنا. بصوا بحاول ايه ان انا المها شويه كده عشان لما اجي احطها في الصينيه. هجيب الصينيه بتاعتي واروح فارده فيها حبه زيت، واروح واخداها كده وحطها برضو ايه حاطه فوقيها كده حته زبده برضو. برضو من ال 150 جرام. يعني انا ما حطيتهاش كلها، حطيتها وسبت زي معلقه صغيره. المعلقه دي بقى اللي انا ايه هحطها فوق الوش واحطها في قلبي. هسيبها برضو بقى كده ترتاح شويه اهو في قلب الصينيه، يعني مش هستخدم مواعين كتير. هي الصينيه اللي انا هدخلها ارتاحت شويه، لفي لفه في المطبخ ونرجع لها تاني. هنروح بقى خلاص خلصنا دي حبه زيت بسيطه كده على الرخامه بتاعتك، وتروحي واخداها تاني الفطيره ونفردها بقى. انتي هتلاقيها اساسا بتتفرد كده. بصوا
تتفرد جامد ما شاء الله بايديكي، هي مش هتبقى مستحمله عشان ريحتيها كويس. احلى فطيره هتاكليها ان شاء الله، بس لو عملتي زي اللي انا يعني زي ما انا بقول لك كده. افرديها بالنشابه، تفرديها بايديكي يعني، بس النشابه هتسهل عليكي يعني، هتلاقيها اتفردت معاكي بسرعه. حته زبده كده بقى من المعلقه اللي احنا ايه سايبينها. بصي يعني بطريقه عشوائيه كده يعني ايه، حطيها كده بطريقه عاديه، مش لازم تتملي كلها. وطبقي بقى، كل ما تطبقي كده ايه بتتفرد اكتر الفطيره، تبقى مورقه معاكي وحلو. تفردي وتطبقي، تفردي وتطبقي لحد ايه ما تحسيها ان هي خلاص بقى، تيجي تفرديها مش هتتفرد معاكي. بصوا ما شاء الله عامله ازاي. بصوا البالونات دي بقى كده خلاص بقى بقت رقيقه قوي. تطبقي برضو تاني زي ما انت شايفه كده. بس وكده وسهله وجميله وما شاء الله. حضري انت بس العسل بقى وحته الجبنه كده. نجيب بقى حته زبده ونروح حاطينها في ايه في قلب الصينيه بتاعتنا، ونروح لمينها كده، ونروح حاطينها في قلب الصينيه. نرجع تاني نريحها تاني، يعني تريحيها 10 دقايق كده ولا حاجه، ولا ربع ساعه. هتلاقيها اتفردت بقى عندك خلاص بقت جميله. اهم حاجه زي ما قلت لك ان انت تغطيها عشان وشها ما ينشفش معاكي. لو وشها نشف هيبقى مش دي هتبقى مشكله. بصي بحط ايديا ما بترجعش تاني كده خلاص. هتلاقيها اتفرد بقى جامد. ولازم مش لازم بقى وانت بتفرديها تفردي بنفس الصينيه، لا. يعني ايه، لو الصينيه بتاعتك كبيره قوي لا افرديها بسمك حلو. حته زبده بقى خلاص، اخر حته زبده من 150 جرام. تدهني بقى بيها الوش كده، وتروحي مدخلاها الفرن. الفرن بتاعي طبعا اهم حاجه، الفطير بيحب الفرن يبقى حامي يبقى سخن. هتروحي عاملاها وحطها في قلب الفرن. مش هتاخد حوالي ربع ساعه كده، وتروحي مشغله عليها الشوايه. بمجرد ما تحت تتحمر وتروحي مطلعاها على طول، ما شاء الله هتبقى تحفه. بصوا ما شاء الله. اهم حاجه لما تطلع كده لو انت عايزاها طريه، تروحي حطها ايه عليها مثلا كيس مغطيها بغطا. بصوا ما شاء الله تحفه. وزي ما بقول لك نص كيلو دقيق كده وقومي جربي. هتلاقيها تحفه بقى في الشتاء دي ما شاء الله هتبقى جميله. اهم حاجه بقى لو لسه متابعيني ما تنسيش لايك والاشتراك، وتابعيني وشوفي فيديوهاتي، وتقومي تجربي كده وبألف هنا. مع السلامه.